السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ربنا يطمني عليكم يا رب. انا هعمل النهارده صينيه بطاطس بالدبابيس الفراخ. كانت عندي طبعا في الفريزر، انا كنت شايلاها. بتبلها دلوقتي 7 بهارات يا جماعه. حطيت الاول خالص 7 بهارات، وحطيت بعد كده فلفل اسود وادي الكمون، وهحط بابريكا وكاري عليهم برضو، وهحط ملح ابيض. حطيت ملح ابيض طبعا في الاول. ديت البابريكا اللي هي لونها محمر دي بتحمر الحاجة وبتخلي طعمها برضو حلو. بصلاية هي هخرطها طرنشات. انا طبعا بجري لكم الفيديو عشان خاطر ما تزهقوش من الفيديو. اهم حاجة ان كنتوا يعني اللي ما بيعرفش يعمل يتعلم، واللي متعلم يتعلم اكتر، واللي شاف حاجة مثلا يقول لي اعمليها كذا اكتر كده. انا تبلتها هي ودعكتها في قلب بعضها. المفروض الطبيعي انك بتسيبي الفراخ كده في قلب التتبيلة بتاع نص ساعة في التلاجة، المفروض عشان تشرب من التتبيلة بتاعتها قوي. خلصت اهوت يا جماعة. بحاول بس افضي الصدور من البصل. انا عامله بصلايه صغيره، طبعا دي بترجع لك انت على حسب انت بتحبي ايه. لو بتحبي البصل كتير كتري البصل براحتك. بحب احط البصل في قعر الصينيه تحت خالص، وبعد كده برص عليه البطاطس. طبعا لقيت البطاطس شويه صغيرين، المفروض الفراخ بحطها في النص. لما لقيتهم شويه صغيرين حطيت البطاطس كلها والفراخ الصدور بتاع الدبابيس. ابتديت ارصها من على الوش. ضربه الطماطم طبعا ومصفياها، اكيد متصفيه. في ما فيش حاجه اسمها احط الطماطم من غير ما اصفيها. انا بقى طبعا ايه بحاول ازودها ميه اهوت بالطبق اللي معايا اللي كنت حاطه فيه الطماطم الصلصه بتاع الطماطم. كده انا خلصت اهوت. ابقى اقطع بقى قرن فلفل من على الوش. عايزه اقول لكم يا جماله يا جماله بجد، قرن الفلفل دوت بيدي طعم وريحه رهيبه لصينيه البطاطس، حلوه قوي بجد. بصوا هنقطع بقى قرن الفلفل كده. خلصت. هجيب مكعب مرق الدجاج وبرده هفركه من على الوش كده. هحطه طبعا، انا بحاول اقسمه ان انا اقطع حته حته كده عشان ما يبقاش ايه، ما يبقاش ما توزعش. انا عايزه اوزعه في الصينيه كلها. وكده اهو خلصت. انا بعمل لكم علامه الاوكي لايك اللي هو انا خلصت، وادي علامه النصر ان انا كده خلصت خلاص. بس انا حطاها على البوتاجاز اهي. لما تقلب اهي، انتوا شايفينها بتقلب اهيت. هاخدها بقى، خدت لها غلوتين كده. هحطها في الفرن. انا طبعا كنت بشيل الحاجه اللي في الفرن ورجعت عشان احطها. معلش يا جماعه، انا اسفه بجد على التصوير. انا الكاميرا والله انا مسحاها، بس مش عارفه في غيامه في المطبخ ليه كده. انا مش عارفه يعني، مش عارفه ده من ايه، لما جيت اولع الفرن بتاع البوتاجاز ولا ايه، مش عارفه. المهم انا بعمل كده دلوقتي رز بشعريه لحد ما صينيه البطاطس تطلع. متنسوش يا جماعه لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. وادي بعد ما خلصت صينيه البطاطس اهيت. والف هنا وشفا على قلبكم. والف هنا وشفا على قلبكم. ومع السلامه. مع